بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم معنا قصة لطبيب جراح أعصاب، طبيب أعصاب سوري مغترب في تركيا، يروي قصته، ماذا حدث معه مع الاستغفار وسورة البقرة، وماذا تغير في حاله ومراحل في حياته مع هذا الاستغفار. سورة البقرة يبينها، ولكن طبعا في مطب كانت معه في الحياة. وأنا بدي أتكلم عن موضوع مهم، عن الذي حدث معه حدث مع آخرين. الذي حدث معه في فترة من فترات مراحل حياته في الاستغفار حدث معه أمور هو سيتكلم عنها، لكن هذه المراحل حدثت مع آخرين. يعني كان عندنا مشرف، يعني تم سجنه، وكل المساجين عوملوا معاملة سيئة إلا هو لم يقترب منه أحد، فكانت معاملته خاصة. وكان عندنا هناك كمان أخ من ويلات الحرب التي في غزة، وخرج هو وعائلته كلهم، نعم سالمين، نعم خسروا من الممتلكات ما خسروا، لكنهم خرجوا سالمين. وكانت معنا قصة نزلناها، كل هذه القصص نزلناها، طبعا مش كلام، يعني احنا نزلنا هذه القصص بس لربما في ناس جديدة عهد في القناة. وهناك كانت قصة لأخت من السودان كمان نزلناها على قناة القصص وعلى قناتي، تكلمت عن قصتها كيف نجت من حرب السودان، كيف الله ينجي المستغفرين، كيف الله لا يعذب مستغفر، كيف الله يحقق وعوده للمستغفر الذي حقق شروط الاستغفار، يعني توبة واستغفار ولزوم الاستغفار، ولكن يعني مش فقط نردد، يعني كل حرف تنطق فيه فإما لك وإما عليك، مفهوم؟ يعني إذا أنت تكلمت فإما ما بين حسنة وسيئة، ما في شيء لا يقبل، لكن غير كافي، غير كافي، مش استغفار بده استغفار، لا، غير كافي. يعني هذا الاستغفار غير كافي، أنت تسيء وتستغفر، فالملائكة تسجل استغفار استغفار استغفار، نعم، لكن لا يكفيك أن تخرج من ما أنت فيه، وأصل التعطيل هو الذنوب، فعلينا أن نترك الذنوب عشان نخرج من التعطيل. هناك ناس جماعة، هناك إخوة يعني هم على قدر يعني خير عظيم، لكن يبقوا حيرانين. لماذا بعد في تعطيل؟ أنت قيد يا أخي، قيد الإعداد، أنت قيد الإعداد. هذه الأمة تحتاج رجال، الله يعدك لمرحلة قادمة، مرحلة تبلغ الناس عن حقيقة الإيمان، حقيقة وجدتها، مش نقرأ كتب فقط. الناس قرأت كتب 100 سنة الماضية، قرأوا كتب، وضعنا في 100 سنة ما حقق ولا شيء. ومن نظريا كيف نبني البناء؟ نظريا نبني البناء ينهار. لماذا ينهار؟ لا ندري. فيكتب كمان كتاب كيف نبني البناء، نظريات كلها نظري. كيف نبني البناء؟ ثم عندما يطبق البناء ينهار. يعني طبق حديث رسول الله باستحضار ذنب واستحضار قلب، لا يستطيع، يترك وينهار. كل التنظير ينهار. لا يريد الله هذا التنظير أبدا. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا توجهني بشيء أنت لا تفعله، لازم تعرف كيف تفعله. ليش ما تفعله؟ يعني لماذا لا تفعل أنت الاستغفار بحالك؟ يعني ابن تيمية عندما تكلم عن الاستغفار وعاش الاستغفار وكتب كثير عن الاستغفار، ما هم قرأ في كتب الذين سبقوه. نعم، نحن أخذنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لزم فلزم، مش قال من يعني تعلم معاني كلمات الاستغفار فرزقه الله من حيث لا يحتسب، لا، من لزم الاستغفار. بدك تردد الاستغفار، ما قال لك استحضر ذنب ولا استحضر قلب. من أين أتيتم بها؟ بالله عليك، من أين أتيتم بها هذه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو عندما بتكون أنت في موضع ثقة عند الناس، أنت موضع ثقة عند الناس، وتدلهم على ما لا تفعل أنت تهلك هذه الأمة. أنت سبب في ضياع الأمة.
إذا أنت بدك تدلني على الاستغفار، أنت ما استغفرت وتقول لي استحضر ذنب وأنا أستحضر ذنب. بالقصة السابقة قال استحضر ذنب، صرت أرجع على الذنب. ما هو إذا كان في فيلم ساقط وأنا أستحضره، بدك يعني أتذكر شو كنت أحضر وشاهد. أو إذا كان يعني كنت أدخن مثلا وتركت، بدك يعني أستحضر الذنب، يعني كيف أدخن عشان أرجع له؟ ما هذا الكلام، هذا كلام، هذا هراء. نعم هذا كلام لا يليق. على كل حال، فعندنا أحمد النعناع الذي بزلزال سوريا نجا. طبعا في عندنا قصص كثيرة دونوها من زلزال المغرب وزلزال تركيا كذلك، نجا من هذا الزلزال الأخ الذي من غزة. وكان في قصة قبله، هذا الذي من غزة ونجا وخرج من غزة، كان هناك قصة لأحد الإخوة قال إني يعني أسمع صوت القصف وكأنه صوت عصافير، نزلناها وبدأ بيتي يصبح مزار للناس تأخذ حاجاتهم مني. نعم، في المعنى انه يعني الله يحفظ المستغفر، لا يعذب الله مستغفر، لزم الاستغفار وتاب من الذنب واقبل على الله. فنسمع قصة الشاب الجراح او طبيب الاعصاب، وهو سأل سؤال، صراحة سأل سؤال، عنده طفح جلدي ما نفع مع الدواء. اخي الكريم، هذه عيون وحسود عاشت معك سنين، عيون حسود، نعم، موكلة فيها شياطين، عاشت معك سنين، وهي الآن تخرج على الجلد. مش في أنت يا طبيب، مش إحنا لما بيكون في مرض باطني بخرج مثلا بعض الطفح أو الدمامل على الفم أو تحت الأباط أو بين الفخذين في كأشياء بتوجعك، هذه هي نفس الشيء، هذه تخرج من الجسم من العيون والحسود وكل الأمور إن شاء الله ستخلص منها تباعا. وهذا أنت قيد الإعداد. لو ذهبت بالدواء لا قلت مرض عادي، نعم، ولكنك أنت طبيب وهو مش مرض عادي، عشان الله يريد أن يبين لك مش مرض عادي. هذا مش هاي يداوى بالأمراض، يداوى بالاستغفار وبالتوبة وبالرجوع. عشان لما أنا أتابعك يوما ما إن شاء الله بصير عندك قناة وبقول لك صار عندي طفح جلدي ومشاكل وهيك، بتقول لي نعم أنا كمان كان معي وأنا كمان معي. أقسم بالله عندما حدث جسمي ويعني أنظر إلى بطني هكذا، شو هاي، منين هاي، ما هذا، يعني أنا ما حدا دلني، الفضل لله، ما حدا علمني. فبدأت أبحث، لا حول ولا قوة إلا كيف، شو أعمل يعني رأسا، يعني هذا سورة البقرة مفهوم. فلما بتمر معك تقول نعم مرت معي ومر معي كذا ومر معي كذا، فأنت قيد إعداد أخي الكريم. ما بينفع تنزلنا من السماء وتقولنا أنتوا اعملوا كذا واعملوا كذا وأنت مش عايش معنا. فأنت بدك تعيش معنا من كيف بقولوا من عامة الشعب، تأكل مما نأكل ونشرب مما نشرب وتعاني ما نعاني، وأمراض وأسقام وهموم وكرب وهكذا، ثم ينجيك الله منها بلزوم كل استغفار وسورة البقرة، فتخرج للناس تقول نعم يا ناس أنا منكم هذا ما كان يصيبني بهذه الذنوب، يلا اتركوا الذنوب. فنسمع قصة هذا الدكتور إن شاء الله الطبيب. فدائما شغلوا سورة البقرة داخل البيت، دائما شغلوا يوميا. اللي عنده أولاد ما تزوجوش، عنده بنات ما تزوجوش، يعني صاروا جيل زواج ومش مفكرات ومبسوطات، ولا الأولاد ولا هني هنا. شغلوا سورة البقرة داخل البيت، رشوا البيت في الماء المرقي، لربما بتعمل ماء في الماء المرقي تجعله في البراد بالثلاجة، ماء المرق كله مرقي، يعني انه ممكن تتعبي سطل وتشربه شرب. وانت اذا في احد اولادك بده يتعامل معك يعني يقبل يدهن زيت ويسمع الرقية، هذا جميل جدا. يعني سورة البقرة تكفي انك تسمعها. وبارك الله فيكم. نسمع القصة ودائما شغلوا سورة البقرة من الموبايل داخل البيت. هاي يعني بقرأ ولا لا أقرأ، بدنا نشغلها. أنا كل يوم بنام على أذكار الصباح والمساء، بالأخص أذكار النوم والنفث بين اليدين. هذا النفث كل يوم تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. يعني أنا بقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وأعمل هكذا، أدفل ثم أمسح جسمي هكذا،
ثم 1 2 3 يعني عمل هذه العملية. والزيت المرقي دائما ادخل زيت مرقي نقطة صغيرة، وهنا كمان بالأذن صباح شوي قليل جدا جدا يعني. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا بالدهان بالزيت. نعم، اشربوه وادهنوا فيه زيت الزيتون، ولكن إذا مرقي وهو ذا أجمل إن شاء الله. وقل يا الله، وخليك بالأذكار، أذكار الصباح والمساء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كثر منها 100 200 300. ونسمع القصة. و في إن الحمد لله رب العالمين قصص كثيرة. في إن جروبات للقصص ستبقى بالتعليق الأول. أنا أرجو من كل متابع أن يدخل إلى الجروبات، يتفقد الجروبات، لكن لا ينتسب لجروبات النساء، والنساء لا ينتسبوا لأكثر من جروب سيتم حظرهم. نعم، لأنه الشيء مش إنك أنت تدخل على 10 جروبات نفس الموضوع، لكن الأفضل لك فأنت من أي بلد ادخل. فهذا جميل. على التليجرام ما فيش أي مشكلة، ادخل وين بدك على قنوات التليجرام لا كذلك. أما على الواتساب فقط، لأنه الواتساب لا يسمح إلى أكثر من 1020 شخص. فهمت؟ الواتساب لا يسمح أكثر من 1020 عضو، لكن التليجرام ممكن تكون 20 100 ألف متابع. فهمت؟ عشان هيك ما بيهمنا قديش بتدخل بالتليجرام، لكن بالواتساب لا، جروب واحد. فانتسب لجروب واحد. دائما ابحث عن المشرفين، اعرف مين المشرف اللي عندك، عشان اذا في عندك قصة، في عندك رسالة، في عندك سؤال عشان تصل إلي، بدك طريق المشرفين، لأنه رسائل كثيرة. والإخوة الذين على الماسنجر صراحة أنا لا أقرأ الماسنجر، ما عندي وقت للماسنجر، فأفضل تصل للمشرف. الله يبارك فيك ويرضى عليك. وطبعا أحمد الغامدي، وفي هناك أختنا أم رفيدة، وفي مشرفين يعني كتر، الأخ حذيفة والأخ محمود، وفي مشرفين على كل حال إن شاء الله. الله يبارك فيكم. نسمع قصة الطبيب. ودائما إذا في عندك مطبات اعرف أنك قيد الإعداد، استمر، امشي، سير بهذا الطريق. الموضوع مش أنك أنت أخذت شهادة ومارس العمل، أنت لا تأخذ شهادة مع الله، أنت تزداد علم فقط. فهمت؟ أنت لا، ما في عندك شهادات من الله إنك تأخذ شهادة وخلصنا. يعني أنا خلص أنا شيخ وخلصت، فيش حاجة لا أقرأ قرآن ولا أستغفر ولا أذكر الله. لا 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 لا، أنت طالب، بتبقى طالب كل حياتك حتى تلقى الله، ولن تستريح حتى تدخل الجنة. وصلت؟ ما في راحة، لكن في حلاوة في العبادة، في حلاوة في القرب، في معرفة الله، في استجابة الدعاء، في تغيرت حياتي، في بدأت أعرف الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا جنة قرب، وفي الآخرة جنة نعيم، فكل جمال بجمال. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة. نعم، ملؤها السعادة، ملؤها الرضا، ملؤها التسليم، راضي بقضاء الله، راضي مش راضي غصب عنك، راضي. نعم. فنسمع للدكتور. السلام عليكم ورحمة الله لجميع الأخوة والأحباء في بلغوا عني ولو آية. وشكر خاص وتحية طيبة لله لأستاذ محمد حجازي. أسأل الله أوقاتكم وبارك الله فيكم. أنا اسمي عامر، وأنا طبيب دماغية عصبية، أعيش في تركيا منذ زمن عدة سنوات، والفضل لله والمنة لله. طبعا أنا ملتزم تقريبا في الاستغفار سابقا بأعداد كبيرة، يعني يمكن كنت أوصل 26,000 أو 15,000 10,000 5,000، ولكن متقطعة متفرقة على حسب يعني وقتي وكذا، ولكن لا يخلو الأمر من استغفار والحمد لله والفضل لله. وأنا ملتزم بالصلاة بفضل رب العالمين منذ عمري كان 5 سنوات. طبعا الفضل لرب العالمين وتوجيهات الأهل، والحمد لله من حفظة كتاب الله عز وجل. ما حدث يعني انه في الآونة الأخيرة يعني كنت أبحث عن طريق للنجاح ووصول يعني للتوفيق الدائم، يعني سواء في الدنيا والآخرة. وكنت أبحث عن
بعض الاشياء، وخصوصا انه الزمن اللي نحن فيه فتن كثيرة. فكنت ابحث على اليوتيوب، وسبحان الله خرج لي فيديو لشخص من اخواننا السودانيين موجود في كندا. سبحان الله سمعت الفيديو، وكان يتكلم عن قناة حضرتك بالنسبة للاستخبار وكذا، وسرعان ما بحثت عن قناتك سبحان الله، وتعرفت على قناتك في أبريل، والتزمت بفضل رب العالمين وتوفيقه والمنة له بالاستغفار 30,000 مرة، بالإضافة إلى سورة البقرة مرة واحدة على حسب وقتي، كوني أنا طبيب ولدي مرضى، ودوامنا تقريبا 12 ساعة أو بعض الأحيان 8 ساعات 9 ساعات على حسب الوضع. فعموما اللي حدث أنه صار هناك يعني مثل ما بيقولوا انتكاسات وأمور يعني مغايرة. وبعد التزامي بالاستغفار وسورة البقرة مرة واحدة، اللي صار انه رب العالمين كان في الشهر الخامس تقريبا يعني اغاثنا الله 3 مرات، 3 مرات، مرتين في الشهر الخامس، ومرة في بداية الشهر السادس. وهاي الأشهر تكون حر يعني، وصعب إنه يكون في مطر، وحتى الناس كان يستغربوا إنه شلون صار في مطر وكذا. وكنت أعرف إنه هذه يعني بفضل رب العالمين من ثمرات الاستغفار، وكنت بخبر الناس إنه هذا من ثمرات الاستغفار فاستغفروا. عموما اللي صار إنه في نهاية الشهر السادس رأيت حلم، والحلم كان يكون إنه نحن في مكان شبيه بالمسجد، ولكن ليس مسجد، يمكن كان في بيت أو كذا. فنحن ندعو، وأنا هو اللي أدعو، والناس حولي يؤمنوا. كنت أدعي من القرآن: ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أكرمنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وعدة أدعية ثانية: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أدعية من القرآن كنت أدعو فيها في المنام، والناس كانوا يؤمنوا. سبحان الله، عندما انتهينا من الدعاء سمعت أصوات المطر كثيرة، فأخرجت رأسي من النافذة فإذا به أمطار غزيرة جدا. سبحان الله، من شدة يعني المطر نهاية الشارع غير واضح بسبب شدة الأمطار. سبحان الله، هناك صوت كان في المنام ينادي إن هذا أمطار الاستغفار. سبحان الله، فصحيت من النوم كنت مطمئن، وسبحان الله. فعموما عند انتهاء الشهر السادس في الشهر السابع حدث انتكاسات في العمل، مع انه انا في بعد هذا الحلم سبحان الله اخذت سورة البقرة 4 مرات، وتوفيق من رب العالمين انه ضبطت من اوقاتي انه حيث انه اقدر اقرأ سورة البقرة 4 مرات مع 30,000 استغفار باليوم. سبحان الله، اللي صار انه في الشهر السابع تقريبا توقف عملي واستغنوا عني في العمل، رغم انه كنت اعمل معهم 7 سنوات. 7 سنوات هذه كنت انا يعني شخص جدا بفضل رب العالمين ملتزم بالعمل، وغير هيك كنت يعني مؤثر جدا في العمل، حتى انهم كنت من اشخاص اللي صعب الاستغناء عنهم، واعترف حتى صاحب العمل بذلك عدة مرات عدة سنوات انه نحن من الصعب انه نستغنى عنه، رغم انه نحن سوريين، فبالتالي يعني وضعنا هنا اقلية في هذه البلاد، ما بيقدروا انه مثل ما بيقولوا انه ما بيعطوك الاولويات دائما. مع ذلك سبحان الله تيسير رب العالمين، توفيق من رب العالمين يكون دائما في المقدمة. فعموما اللي صار معي انه توقف العمل، لم يعطوني مستحقاتي. طبعا هنا اذا حتى اشتكينا وكذا فلا نحصل على حقوقنا بسبب اننا نحن سوريين يعني، ودائما هنا نحن مضطهدين يعني نعتبر يعني.
فعومة اللي صار انه ما اعطوني المستحقات الشهرين، وبالاضافه الى بعض المستحقات الاخرى لم يعطينها، ولكن سبحان رب العالمين انه كان يرزقني من حيث لا احتسب. سبحان الله كان يرزقني دائما. عومة التزمت بالاستغفار وسورة البقرة 4 مرات، ومرت الأيام فصار في صعوبات وكذا، فانتقلت لمدينة أخرى بسبب أنه الإيجارات غالية وكذا وهالأمور، فانتقلت لمدينة أخرى أقلها يعني الإيجارات أقل وكذا، وسبحان الله رزقني الله ببيت يعني جيد والحمد لله. مع ذلك أنه كنت أبحث عن عمل وكذا، ولكن لم يتعين لي شيء، حتى أنه قررت أنه أفتح عيادة سبحان الله. ولكن القوانين في هذه البلاد لا تسمح للسوريين بممارسة الطب بشكل مباشر أو حتى فتح العيادة، فالأمر حيكون كان صعب ما صار هذا الموضوع. عموما رغم أنه كنت ملتزم بالاستغفار وكذا، يعني الحمد لله رب العالمين لم أقطع، والحمد لله رب العالمين كان يرزقني من حيث لا أحتسب وما زال. لكن تعرفوا أن الإنسان دائما يبحث على الأحسن، وأن يكون مرتاح البال ويبحث عن أسباب. عموما قررت أنه أغادر البلد، أترك زوجتي وابني وأولادي وأسافر إلى أوروبا. كون العائلة في أوروبا شجعتني على هذا الأمر. استخرت رب العالمين وتيسرت الأمر. الأمر كان أنه احنا نخرج برا مشي تقريبا 120 كيلومتر وديان وجبال، ونصل إلى البلاد الأوروبية، ومن ثم نكفي الطريق بالسيارات أو قطارات أو كذا، حتى نصل إلى أحد البلدان الأوروبية اللي تعطي لجوء بشكل يعني أفضل، يعني أو أحد البلدان اللي يكون فيها العائلة. عموما تيسر الأمر وبعد الاستخارة وذهبت في هذا الاتجاه. وبعد 6 أيام من المعاناة والسفر، طبعا أنا كنت حاول حتى في هذا السفر أنه ألتزم بالاستغفار، أعداد مفتوحة، زائد أنه أحاول قدر الإمكان أنه أقرأ سورة البقرة. ولكن للأسف في يوم 5 أيام من هذا السفر الشاق لم أستطع أنه أقرأ سورة البقرة، ولكن فضلت على الاستغفار. يلي حدث في أحد الأيام كان حر جدا، وكان منسوب المياه عندنا جدا قليل، والشمس كانت حارقة ونحن كنا نمشي في الطريق. طلبت من الله عز وجل أن يخفف عنا هذا الشمس، وأن يغيم علينا السماء. سبحان الله السماء كانت صافية، ولكن سبحان الله بقدرة الله عز وجل خلال 3 دقائق إذا الغيوم تأتي وتفرش السماء سبحان الله، وتأتي برزاز من المطر قليل، وبرد علينا الجو سبحان رب العالمين. عموما كنا في عناية رب العالمين، حتى أنه في الطريق بعض الأماكن كانت بعض الينابيع يعني ناشفة، ولكن سبحان الله وعند وصولنا نجد أن الينابيع يعني بدأت تخرج من الماء. فكان في آيات كثيرة في الطريق. عموما عندما وصلنا إلى أحد البلدان الأوروبية أو بدايتها، ألقوا القبض علينا السلطات ورجعونا إلى تركيا. هذه السلطات معروفة عنها أنها شديدة على المهاجرين، وتضربهم وتفتشهم وتخرج إذا كان لديهم نقود تليفونات أو كذا يسلبوها عنهم. سبحان الله يعني بعد الأخذ القبض علينا ما حدا تكلم معي، ما حدا فتشني، تعاملوا معي باحترام، حطونا حتى في السيارة بطريقة محترمة، رغم أنه أساءوا لبعض الناس اللي كانوا معي، ولكن الحمد لله كنت في عناية الله رب العالمين ولا أحد يعني قرب علي. ذهبنا إلى تركيا، حتى السلطات التركية كمان وجهوا لبعض الناس توبيخات أو كذا، أو حتى بعض الإخوة تم ضربهم وكذا، ولكن الحمد لله رب العالمين لم أحد يقرب علي، بالعكس تعاملوا معي باحترام.
انسجننا 4 أيام في السجن. رأيت مساجين، منهم من كان هناك شهر، منهم من كان هناك عدة أسابيع، ومنهم من كان هناك تقريبا حوالي 3 أشهر أو ما يكسر. عموما نصحتهم بالاستغفار وسورة البقرة، وحكيت لهم عن فضائلها وما حدث معي، بإضافة إلى كنت أنا أتابع قناة أستاذ محمد حجازي، فكان في أخوة كانوا حاكين عن قصصهم، كمان ذكرتهم لهم. فبعض الناس، بعض الأخوة في السجن يعني اقتنعوا بهذا الكلام، وبعض منهم كانوا يفكروا كذا. سبحان الله، توفيق من رب العالمين. إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان الله، بيوم الرابع خرجنا من السجن وأطلقوا سراحنا. حتى في خروجنا من السجن كان تعاملهم معي باحترام، رغم انه الناس الثانية كانت معي كان يعني معاملة جدا سيئة معهم. سبحان الله، ولكن الفضل والعناية من رب العالمين. في السجن طبعا 4 أيام ما دام كان مصحف معي، كنت ملتزم بقراءة سورة البقرة، الحمد لله رب العالمين، وتوفيق والمن لرب العالمين، بإضافة إلى الاستغفار 30,000 مرة، وما زلت ذلك. ولكن أيضا حطوا علينا غرامة كبيرة، وسبحان الله، وأنا يعني عاطل عن العمل يعتبر. فسبحان الله رب العالمين سخرنا كمان من أهل الخير، فتأمن تقريبا المبلغ المخالفة، ولكن ما زلت أستنى الموعد حتى يتم دفعها. أشكر الأخوة في قناة بلغوا عني ولا آية وأستاذ محمد حجازي، بارك الله فيكم. هذا هي الأمور اللي حدثت معي. تمام، أحببت أن أخبركم فيها، عسى أنه يحرك قلب أحد المشاهدين في أنه التزامهم بالاستغفار وسورة البقرة. بإضافة إلى ذلك كمان أي آية حتحدث معي إن شاء الله مستقبلا بوجوب التزامنا بالاستغفار لله تعالى وقراءة سورة البقرة. توفيق من رب العالمين. أي آية حتحدث معنا أكيد سوف نبلغها، ونسأل الله التوفيق الدائم. وشكرا لكم، وبتمنى أنهم هذا الصوت يصل إلى أكبر قدر من الإخوة حتى يعرفوا من فضائل الاستغفار، رغم أنه بدأنا يعني من جديد، حتى لم يكون هناك يعني 5 أشهر أو 6 أشهر بالتزامنا. مع ذلك في ثمرات للاستغفار، في يعني خروج من المحن بفضل رب العالمين بتيسير لم نعهده سابقا يعني. والفضل لله والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم، جزاه الله خير وفتح الله عليه، وأسأل الله العلي العظيم أن يستخدمه ولا يستبدله، وأن يجعله عونا يبلغ آيات عن رسول الله. نعم، بلغ عني ولو آية. كل يسر لما خلق له، لربما خلقك الله لتبلغ آيات وآيات من خلال عملك بأنك حافظ لكتاب الله، فأنت تستطيع أن تتكلم بصوت مرتفع، ومتعلم ما شاء الله، دكتور، فعندما تنصح إن شاء الله سيفتح الله عليك، ويكون لك وقع في قلوب الناس، ينظر إليك طبيب وحافظ كتاب الله ويقول 4 مرات سورة البقرة، من أين له هذا؟ فسيأخذ كلامك من محمل الجد. الله يوفقك ويفتح عليك ويرضى عليك ويرضى على الجميع، كل من كان له قصة، بالأخص أصحاب الشهادات، لأنه من أصحاب الشهادات يعني بالأصل الأساس إنه أصحاب الثبت ولم يثبتوا من أصحاب الشهادات، فليقارعوا بعضهم بعضا. نعم، أصحاب الشهادات الذين عندهم دراسات عليا وحافظين لكتاب الله وعاشوا معنا، بلغوا عنا ولو آية، نريد شهاداتكم مهمة جدا لنقارع الذين عندهم الفكر ثبت ولم يثبت. استحضر ذنب ولا تستحضر قلب، وكل هذا الكلام الذي ما نزل الله به من سلطان، لكن يتبنونه ويعيشوا معه وقد عشعش في رؤوسهم، وهذا سبب الذل الذي تعيشه الأمة. عندما تبني إمبراطورية على التنظير فستنهار الإمبراطورية، حتما ستنهار. وأحلام اليقظة وأحلام الليل لا تبني لا تبني أمم. فعليك أن تعيش وتبني وتعمل وتعيش مع الناس،
تعيش معاها مطباتها، مسراتها، أحزانها، كل هذه تعيش معاها. وعندما تخرج تبلغ بتقول أنا مر علي كل هذا. فالطبيب هنا يعني وكتب تعليق أنه لا زال عنده الطفح الجلدي ولكن الأدوية ما نفعته. فنقول استمر أخي الكريم كما بينت لك، استمر أنت على خير، وهذا كأنه تنبيه لك، يعني خليك معنا. نعم هذه رسالة ربانية، حتى الطفح الجلدي هو رسالة، وكل تعطيل هو رسالة. يعني الله يريد منا شيء آخر. ما بيكفي انك تكون طبيب وتقرأ وتستغفر، ما بيكفي. يعني انت عايش لنفسك، عليك ان تبلغ آية. هذا الدين لمن يترك، ما في بيننا نبي ولا في وحي، فلمن يترك هذا الدين؟ من يبلغه؟ كيف نكون مرآة لدين الله؟ نبلغ دين الله. ليش ما في عندك غيرة لدين الله؟ لماذا لا تنظر إلى الذين هم يعني يظن الناس إنهم أهل الدين؟ أنا كنت كذلك، يعني مش أنا يعني أنا ملاك، أنا مش ملاك، أنا كنت كمان مصلي وحج وذاكر لله وأقوم ليل وأصوم اثنين وخميس، ولكن كنت أنا مخرب الدنيا. إذا بدي ينظروا علي إني أنا المثل الأعلى، لا والله ما كنت مثل أعلى ولا شيء، كنت مديون عايف حالي ومش عارف أهتدي. فهذا هو الحال عندما الشيخ لا يهتدي فليبحث لماذا لا يهتدي. الله جل في علاه يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فلماذا لا يهتدي؟ لماذا لا يعرف؟ لماذا؟ ما هو الخلل؟ نعم والله اللي شيء مغطى بقش يا جماعة، لكن اخرج من الفكر الذي علموك إياه، متقوقع في فكر 100 سنة من الذل والهوان وصلنا إليه، وكل سنة بتقولنا عسى أن يكون هذا عام يغاث فيه الناس. لا يغاث ولا شيء. والله إني أرى الصورة واضحة، والله لو ذهبوا هؤلاء لاستبدل الله قوما أشد منهم بأسا يسلطهم علينا. من الذي يسلط السرطان والأمراض علينا؟ هم ولا الله؟ من الذي يسلط الديون علينا؟ هم أم الله؟ فموضوعك موضوع بحث مع الله فقط. أنا ما أعدد، ما أكثر أعدائي. شو بدي بأعدائي؟ أنا مشكلتي مع الله. الله سيكفيني أعدائي فسيكفيكهم الله. نعم عندما تتوب إلى الله ويخوفونك بالذين من دونه، أعوذ بالله. خاف الله يخافك كل شيء، وإن لم تخف الله ستخاف من كل شيء. لازم تبحث عن الله في كل موطن وتراقب الله. الله يحب أن يراقب. إذا أعطاك شيء تشكره، يعني تدين للناس والله الله أعطاني بالاستغفار كذا وكذا، تحمده، أن تردد الحمد لله الحمد لله. نعم لكن الشكر ما بتقول شكر لله شكر لله شكر لله. شكر لله فعل انك انت تدل الناس على الله ولا تشرك بالله. هذا الشرك، هذا الشكر، ان لا تشرك بالله ولا تنسى فضل الله عليك لنفسك وتبقى كل الوقت ذاكرا لله. هذا الشكر عمل ان تخرج من دائرة الشرك. نعم وقليل من عبادي الشكور، لأنه كلنا نشرك أنا وإنت وهذاك، وهو عمل لولا الكلب لما لسرق البيت، ولولا فلان لما يعني ما شفت النور، وكنت أنا ضايع، ولو ما فلان ساعدني. وأين الشرك بالليل وبالنهار؟ ولو ما إنه لو يغيروا الدول الرئيس الفلاني كله سيعذبهم الله، لكن أنت السبب. وأنت تشرك وتشرك والله بزيد العقاب. لا تصر على صغير هالقد، لا تصر على شيء، لا تصر ولا على شيء. أنت مش إله، أنت لست إله. أنت لازم تكون يعني ممكن الإنسان يسقط هنا سقطة، كل من يسقط حتى لو قرأ سورة البقرة. سمعت يعني في أخت تقول يعني ابني 3 أيام مع سورة البقرة 4 مرات وسقط. بماذا سقط؟ يعني مين قال لك 4 أيام ولا 40 يوم ولا 60 يوم مع سورة البقرة 4 أيام؟ مين اللي قال؟ أنا قلت هذا الكلام؟ أنا قلت ربما 2 3 حتى تشلح كل السقطات، ونستمر مع سورة البقرة ونتدرج. أنا قلت 1 ونص، 1.5 شهر، 4 مرات أنا قرأتها، 1.5 شهر كمان 3 مرات، 1.5 مرتين، وإلى يوم هذا من 28/9/2019 إلى يوم هذا ونقرأ سورة البقرة ما تركتها. من قال لك إنه مشوارك سينتهي؟ مين قال لك بدك تأخذ شهادة؟ ما فيش شهادات، في ضلك تعمل والشهادة لما بتفوت على الجنة.
نعم، سترى تحيا حياة طيبة، سترى عطاء الله. كيف الشاب يا رب الدنيا حر فأظله الله، يا رب عطش فأخرج الينابيع، ضربوا الناس، قلنا لك والله ضربوا، أقسم بالله ضربوا مشرف عندنا هنا، نعم هو من القدس، ضربوا، لا عذرا، ضربوا كل الذين معه إلا هو، لم يضربوا، نعم عاملوه معاملة أخرى تختلف عنهم. نعم، المهم انك انت خليك قريب، والله سيرفع عنك كل شيء، وبده اياتك تبلغ آية. فقم بالليل وادعو الله وحقق الدين، صلي على رسول الله، لا تنسى الصلاة، لا تنسى القرآن، لا تنسى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تنسى المسارعة في الخيرات، لا تنسى المساعدة، لا تنسى انك تجعل عمل بينك وبين الله. كل هذا ابدأ، انهض، اعمل لله، كل عملك اجعله لله، ولا تجعل الدنيا في يعني أكبر همك. وإن شاء الله ستقلبك سورة البقرة ليكون همك الآخرة ورضا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل من عنده قصة، قلنا بصندوق الوصف ستكون روابط القنوات القصص، وكل روابط الجروبات عندنا في صندوق الوصف، يعني التعليق الأول، وعلى الفيسبوك مع العنوان. وكل من عنده قصة، نريد قصتكم إخوتي الكرام، كل من عنده قصة يعني هكذا، ويكون مسؤول أمام الله في هذه القصص، ولا يأتي بكلام من هنا وهناك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.